السلام عليكم. يا مساء العسلية. النهاردة هتكلم معاكم بخصوص الإعلان بتاع اتصالات يعني والبوليكة الكبيرة اللي معمولة دي وشايف يعني موضوع ملهوش أي لازمة بصراحة يعني. أول حاجة يعني أنا عن نفسي الإعلان نزل على السوشيال ميديا، ففتحت اتفرجت على الإعلان عادي جدا، ما لاحظتش أي حاجة يعني الصراحة، ما فيش حاجة شدت انتباهي. اللي هو بيقول لك عربية إسعاف وخطين حمر. ما هو يا جماعة طبيعي عربية الإسعاف بخطين حمر يعني هو احنا لون التيشيرت بتاعنا هو اللي لون عربية الإسعاف. فيعني مش ذنبهم ان جايبين عربية إسعاف بالشكل ده. فأنا شايف الموضوع يعني ملهوش أي لازمة. أساسا أنت يعني بتتفرج على إعلان لشركة أو لنادي أو طبعا شركة اتصالات متعاقدة مع النادي الأهلي، شركة النادي الأهلي بتاعت الكورة، فطبيعي انهم هيجيبوا لعيبه من النادي الاهلي. فانت وانت بتتفرج على الاعلان فانت حريص انك تشوف اللعيبه، تشوف اللعيب ده مين في اللعيبه هيطلع من الفرقه، لابس ايه، هيتكلم هيقول ايه الحركه اللي هيعملها. فانت ده اللي هتلاحظه يعني في الاعلان، او ده اللي هيجذب انتباهك. مش هتقعد بقى تبص على عربيه اسعاف وتمرجي وعربيه مطافي. مش دي القصه. وبعدين يعني اسف يعني هي اصلا كرة القدم دي تفاهة، عشان نبقى متفقين يعني. فاحنا ما نعملش بقى تفاهة جوه التفاهة. يا ريت تبقوا فاهميني بس. يعني تفاهة اكس 2 او تفاهة دبل. فيا جماعة الموضوع مش مستاهل يعني، والدنيا قامت وما قعدتش واتصالات سحبت الاعلان والزملكاويه راحوا حولوا الخطوط بتاعتهم لاورنج. هو كل اللي كسب في الليله دي شركه اورنج، كسبت عملاء وهم قاعدين كده، لا بيهشوا ولا بينشوا، كسبوا عملاء جاي لهم الايه تبع نادي الزمالك. لا وكمان بيعملوا حوارات وبتاع ان اورنج هتتعاقد مع الزمالك، هتبقى الراعي الرسمي. فده كله شغل تسويق شغل جامد يعني. وبعدين اصلا شركه اتصالات غلطت ان هي سحبت الاعلان ده. انت يا عم خايف من ايه؟ انت عادي، انت عامل اعلان ما فيهوش اي مشكله. هو احنا بس يعني كزملكاويه، ما احنا كده اللي جايبين المشاكل لنفسنا. فاي واحد هيحب يعمل حاجه هيعمل اسقاط هيعمله على الزمالك. ما انت اي حاجه بتتلكك عليها بقى. انت استفدت ايه غير كده؟ فده رايي في موضوع الاتصالات يعني. موضوع اسف موضوع الاعلان بتاع الاتصالات مع الاهلي، والحكايه اللي ملهاش اي 60 لازمه اللي حصلت دي. انت بقى كنادي زمالك راجل فتوه وبتدافع عن حقوق النادي، شوف يا باشا شركه جامده زي شركه اتصالات كده، زي فودافون، زي اورنج، زي واعمل تعاقد معاها، واعمل اعلانات ودنيا وظبط نفسك كده. لكن انت بس قاعد تتفرج. اه ده عمل عربيه ساعات بخط حمر، ده جاب لي عربيه مطافي بخطين خضر. طب رامز جلال عامل اعلان بينزل تقريبا من طياره او بتاع بخطين حمر كده، فهتروحوا ترفعوا عليها قضيه برضه وتقولوا ده طالع لي بطياره وبينط منها وحوار كده. هتعملوا برضه حوار عليه وهتمنعوا الاعلان. يا جماعه نرقى شويه، نرقى. عايزين نادي الزمالك ينهض، نفكر في حاجه كويسه، نفكر في شركه كبيره ترعى النادي بدل اونيرو بتاعت البسكويت والمصاصه. ف مش عارف يعني، هو ده رأيي الشخصي في الموضوع ده. فمش عارف ايه رأيكم بقى. انا مش شايف اي حاجة في الاعلان، وشايف ان اللي حصل ده كله ملهوش اي 60,000 لازمة. بس ما تنسوش بقى اهم حاجة في الليلة دي، حاجة نطلع بيها كده، تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء العسلية.